من اشهر الحاجات اللي بنسمعها في السيلينج كلمه بيلدينج رابور، حاجه مهمه جدا بتحصل بين المندوب وبين السيلز مان والكاستمر، بتحصل بين المدير والناس اللي شغاله معاه، بتحصل بين اي اتنين في الدنيا. لازم يكون في رابور علشان يبقى في علاقه ناجحه. يعني ايه رابور وازاي تبنيه مع الناس؟ الرابور معناه الكومن انترست والداتا اللي بينك وبين اللي قدامك. بمعنى يعني مفيش رابور، انتوا غربة عن بعض، اخرك تقول للي قدامك السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير. ليه؟ مفيش بينك وبينه رابور. طيب اعمل ايه علشان اخلق مع الناس رابور؟ اتكلم معاهم، خليهم يطلعوا، افهم دماغهم، افهم النيدز، افهم اللي بيحبوه، طلع بينك وبينهم حاجات مشتركه. كل ما هتنجح في انك تتكلم مع الكاستمر بتاعك وتفهم دماغه فيها ايه والحاجات اللي بيحبها ايه، هتخلق مجال للحوار، هتخلق رابور. يبقى كلمه رابور في البيزنس من الحاجات المهمه قوي ان انت لازم تخلقها. في مدير بيبقى غريب عن الناس اللي معاه، لا فاهمهم ولا فاهم الموتيف بتاعهم ولا فاهم احلامهم ولا فاهم طموحاتهم ولا فاهم امكانياتهم. ليه؟ ما بيتكلمش معاهم، بيشتغل معاهم مانجر بس. فنصيحه ليكم، اتعلم ان يكون عندك قدره عاليه جدا جدا على انك تخلق علاقه ناجحه مع اللي قدامك، مش بانك تفرض عليه اسلوبك، بانك تتكلم معاه، تفهم اهتماماته، وبالتالي بسهوله جدا هتعرف توصل لشخصيته وتخلق معاه الشاسيه اللي هتتبني عليه الداتا اللي بينه وبينه. وبالتالي مش هتقابله تاني يوم هتقول له صباح الخير، لا ده انت تقول له صباح الخير وازاي بنوتك وعامل ايه وبتاع، لانك عرفت عنه حاجات. فنصيحه ليكم، اخلقوا مع الناس رابور اذا كنتوا عايزين تكونوا علاقات ناجحه. بالتوفيق دايما ان شاء الله.